السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده هنعمل عصير راني حبيبات بالخوخ. طعمه لذيذ جدا واحلى من الجاهز بكتير، ومن جماله وحلاوته هيطلبوه منك كل يوم، والولاد استحاله هيشتروا عصير راني من بره تاني. هنعمله بطريقه سهله وخطوات بسيطه جدا، وما تقلقوش ان شاء الله هيطلع ناجح معاكم من اول مره. وما تنسوش قبل ما نبدا تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لناس كتير، وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي، مطبخ أميرة ومروة. ويلا بقى ندخل في الوصفة على طول ونشوف العصير الحلو ده هنعمله ازاي. الأول هنسمي الله. أنا هنا معايا 2 كيلو ونص خوخ بلدي، شطفتهم الأول بالمية كويس جدا، وبعد كده جبت طبق كبير حطيت فيه مية وضفت عليه معلقة كبيرة خل، ونقعت فيه الخوخ لمدة 10 دقايق، وبعد كده شطفت الخوخ تحت الحنفية كويس جدا، وبعدين حطيته في مصفى لحد ما صفى ميته تماما، وشلت بقى شوية من الخوخ يكونوا جامدين كده حوالي 8 علشان دول هقطعهم مكعبات. الخطوة اللي بعد كده جبت حلة على النار فيها مية بتغلي، وهنزل بالخوخ علشان يتسلق. هسيبه على النار لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة لحد ما القشرة تطرى وتبدأ تفصل. أول ما القشرة تطرى وتبدأ تفصل على طول هطلع الخوخ في مية ساقعة علشان يبرد معايا بسرعة. طبعا المية اللي أنا سلقت فيها الخوخ دي أنا مش هرميها، دي هعمل منها العصير، علشان كده لازم نغسل الخوخ كويس جدا علشان هنستخدم المية اللي سلقنا فيها الخوخ هنعمل منها العصير، وهتشوفوا معانا دلوقتي. هنا هبدأ أقشر الخوخ. شايفين ما شاء الله القشرة فصلت وبتقشر معايا بمنتهى السهولة. عايزة أقول لكم يا جماعة إن عصير الخوخ الحبيبات ده طعمه لذيذ جدا، جربوا تعملوه بنفس الطريقة، متأكدة النتيجة هتبهركم، والولاد هيفرحوا بيه جدا كمان. واللي أحلى من كده عاملينه في البيت بمنتهى النظافة بدون مواد حافظة ولا ألوان صناعية، وأكيد أحلى من العصير اللي بنجيبها من بره. وطبعا مستنية رأيكم في الكومنتات بعد ما تجربوه. بفكركم لو وصلتوا معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. بعد ما قشرت كل كمية الخوخ هبدأ أشيل البذر اللي جواه، وأيضا بتتشيل بمنتهى السهولة. الموضوع سهل وخطواته بسيطة زي ما قلت لكم، يعني لو عندك شوية خوخ ناشفين في التلاجة يبقى الحل الوحيد ليهم تعمليهم بنفس الطريقة وهتعملي منهم أحلى عصير. وده الخوخ اللي أنا شيلته على جنب في أول الفيديو، هبدأ أقشره ولازم يكون جامد علشان أقدر أقشره وأقطع منه مكعبات صغيرة، ما يكونش طري، تمام؟ لأن الخوخ لو طري مش هنقدر نقشره ولا نقطعه مكعبات. فمن الأول خالص قبل ما نسلق الخوخ هنشيل 6 أو 7 من الخوخ يكونوا ناشفين وجامدين كده علشان نقدر نقشرهم ونقطعهم مكعبات، تمام؟ حلو قوي كده. بعد ما قشرت كل كمية الخوخ اللي موجودة معايا جبت البلانشة وهبدأ أقطع الخوخ لمكعبات صغيرة جدا. حابين تزودوا مكعبات الخوخ في العصير أو تقللوها زي ما تحبوا، دي حاجة ترجع لكم انتوا. أهم حاجة نقطعه مكعبات صغيرة جدا علشان يدينا نفس نتيجة راني الخوخ اللي بنجيبه من بره، تمام؟ الموضوع سهل جدا وما بياخدش معانا وقت ولا مجهود خالص. حلو قوي كده. هقطع كل الكمية بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. كده خلاص قطعت كل كمية الخوخ اللي موجودة معايا لمكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. بعد كده جبت حلة على النار حطيت فيها حوالي لتر من المية اللي انا سلقت فيها الخوخ، وضفت عليها كوباية سكر وهدوبهم كويس جدا مع بعض، وهنزل بقى بالخوخ اللي انا قطعته مكعبات صغيرة، تمام؟ وهقلبهم مع بعض وهسيبهم على النار لمدة 5 دقايق، تمام؟ في الوقت ده جبت الخلاط، وده الخوخ اللي انا سلقته هحطه في الخلاط وهضربه لحد ما يبقى ناعم جدا، تمام؟ وهزوده طبعا من المية اللي انا سلقت فيها الخوخ. يلا بقى هضربه في الخلاط لحد ما يبقى ناعم جدا معايا، تمام؟ حلو قوي كده. نرجع تاني لمكعبات الخوخ بعد ما عدى عليها 5 دقايق على النار. بدأت تطلع رغوة على الوش كده، لازم نشيلها علشان بتفسد طعم العصير، تمام؟ اي رغوة بتطلع على الوش لازم نشيلها على طول. حلو قوي كده. دلوقتي هضيف العصير وهاخد شوية من المية اللي سلقت بيها الخوخ علشان اخد العصير اللي في شفشق الخلاط. بعد كده هسيب العصير على نار عالية الأول لحد ما يبدأ يغلي. أثناء الغليان بيطلع رغوة على الوش لازم نشيلها، كل ما يطلع رغوة نحاول نشيلها لحد ما يبقى العصير صافي زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ بعد كده هسيب العصير على نار هادية لمدة 10 دقايق مش أكتر من كده، تمام؟ وفي الآخر خالص هنعصر ليمونة حجمها متوسط. وما تنسوش تعصروا الليمونة يا جماعة علشان بتفرق في الطعم 180 درجة، بتخلي طعمه زي الجاهز وأحلى كمان، تمام؟ وما تزودوش المية علشان يكون قوام العصير مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. قوام العصير مظبوط جدا، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، مظبوط.
عملنا كمية كويسة جدا من العصير، دخلوه التلاجة يسقع وقدموه وهتشربوا أحلى عصير راني حبيبات بالخوخ. وبالهنا والشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لناس كتير. ولو عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه وحابين القناه تكبر، اشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي مطبخ أميرة ومروة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.